صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا داليا ودي قناتي قناة داليا الرفاعي. النهاردة يوم جديد، صباح التفاؤل عليكم، وان شاء الله بإذن الله يكون بكرة احسن وافضل. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة انا بادية معاكم الفيديو من اول اليوم. طبعا انتوا عارفين ده تاني فيديو من الفيديوهات بتاعة روتينات الشتاء. قلت مش هينفع اتأخر اكتر من كده. الفيديو اللي هو كنت عاملاه معاكم قبل كده قبل ما اتعب. كنت ابتديت بالدولاب، لان انا قلت لكم ان انا اول ما هبتدي في الروتينات اصعب حاجتين عندي في الاوضه هي تحت السرير والدولاب. فانا ببتدي بالاصعب فالصعب، فابتدي بقى بعد كده بالحاجات الاسهل، هتبقى ان شاء الله خفيفه عليا. بالنسبه لي هو اكتر حاجه مزعجه بالنسبه لي واكتر حاجه بتاخد وقت هي الدولاب. فزي ما انتوا شايفين كده انا ابتديت بالدولاب. انا الفيديو اللي قبل دوت على يعني مش قبل ده، قبل ما اتعب كنت عامله دولاب الشماعات وجهزته معاكم، وكان يعني فيديو كان رائع بصراحه، كان تعبت فيه جدا بس الحمد لله يعني اداني نتيجه مرضيه. النهارده بقى النهارده الفيديو انا مخصصاه للدولاب اللي هو الضرفه اللي في النص. انا عندي الدولاب عباره عن 3 اضرف. عملت الضرفه اللي هي تخصني، اللي هي بتاعه الشماعات. نزلت الصيفي كله وحطيته على الشماعات، وطلعت الشتوي كله، قصدي نزلت الشتوي كله على الشماعات والجواكت وكل حاجه، وطلعت الصيفي فوق. خلاص كده. النهارده بقى هبتدي معاكم تاني ضرفه. الضرفه ديت بتبقى هدوم البيت والملايات والفوط. خلاص. الضرفه اللي في النص بتاعتي دي عباره عن ايه؟ ارفف. عباره عن رف فيه هدوم الشتوي، رف فيه هدوم الصيفي، والرف الاخير اللي هو فيه الملايات والفوط. طيب انتي ليه بتطلعي دلوقتي الشتوي؟ ده احنا لسه في الحر وكده. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه. انا قلت لكم قبل كده ان انا بعمل الحاجه واحده واحده، لان انا مش اليوم كله انا مش بشتغله، انا بشتغل ساعه او ساعتين في اليوم بس. فانا لو قسمت الشقه على كل يوم ساعه او ساعتين، كل يوم ساعه او ساعتين، يا دوبك عقبال ما الشتا يجي هتكون خلاص هي كده خلصت. انما اجي اتهد قبل الشتاء مثلا بيومين 3، اتهد وان انا اعمل الشقه كلها، هيبقى الموضوع صعب عليا جدا كمجهود، وكمان مش هلاقي وقت، لان انتوا عارفين ان احنا في ايام مدارس. خلاص احنا دخلنا يعتبر في شهر 11، فاحنا في ايام مدارس شهر وهتلاقي الامتحانات بتاعت نص السنه ابتدت، فما عنديش وقت ان انا طبعا في دروس وفي مذاكره وفي دراسه يعني وفي اكل بيتعمل علشان وقت معين، عشان هما بيجوا من المدرسه عايزين ياكلوا. كل ده حمل عليكي. فانتي تبتدي من دلوقتي احسن. اتنشطي وابتدي من دلوقتي احسن. اعملي ان شاء الله كل يوم حاجه واحده. انا زي ما انا بعمل كده كل يوم بعمل حاجه واحده بس. انا الفيديو اللي قبل دوت عملت اللي هو اللي ضرفه الدولاب اللي هي بتاعه الشماعات. الضرفه اللي ديت انا بعمل هدوم البيت وهدوم والملايات والفوط وكده. طيب حاجه كمان برضو عايزه اقول لكم عليها، ان انا مش شايله هدومي تحت السرير عشان اقول لكم مثلا ان انا ايه هطلعها ساعه الشتاء، لا. يعني انا مثلا هدوم الصيفي عندي بتاعه الشماعات في الضرفه اللي فوق، فانا هسحب من الضرفه اللي فوق لحد ما يجي الشتاء. نفس الموضوع برضو في الهدوم بتاعه الشتوي اللي عندي، الهدوم البيتي نفس الموضوع. انا الضرفه اللي هي اللي قبالكوا على طول، اللي هي مستوى نظري، دي انا حاطه فيها هدوم الصيف، هنزلها تحت واطلع هدوم الشتوي مكانها. طب هتعملي ايه لحد ما الشتاء يجي؟ مفيش مشكله خالص، الاتنين موجودين في دولاب واحد. يعني الاتنين يا دوبك دي ضرفه فوق وضرفه تحت. يعني انا مش شايله حاجه بره الدولاب او بره الاوضه، او مش شايله حاجه تحت السرير ان انا هتعب ان انا اعملها، لا. يا دوبك انا بدل ما مدي ايدي فوق، لا همدها تحت بس. هو ده مش اكتر من كده. بالنسبه بقى انا هنا بعمل ضرفه الملايات والفوط، الرف او الملايات بتاعت الملايات والفوط. انا بصراحه كنت جايبه شويه فوط قبل ما يعني بقالي فتره كده كبيره من قبل ما اروح المصيف، ووريتها لكم في المشتريات. لان احنا بنستخدم فوط، اي اسره طبعا بتستخدم فوط كتيره. انا قلت واحده واحده اشوف الحاجات اللي ناقصاني، فانا الحاجات الفوط هي اللي كانت ناقصاني فاشتريتها مع الفوط القديمه اللي انا بحتاجها برضو، لان انتوا عارفين لما بيكون في اسره واطفال وكده الهلك بتاع الفوط والملايات بيبقى جامد. ف يعني انا كنت جبت شويه فوط
والملايات بقى بصراحه هي اللي عايزه تتنسف عندي، نسف. بصوا كده، عايزين انسفها. بصوا ده كده الرف بعد ما روقته. انا بوريكم بقى هنا، بشرح لكم ان الفوط اللي موجوده قصادي دي هي الفوط اللي احنا بنسحبها، هي الفوط اللي فيها الهلك. والفوط اللي ورا دي الفوط الجديده اللي انا جايباها لو مثلا طلعنا مصيف، سافرنا، جالنا حد، مثلا قصرت او قصرنا في الفوط اللي هي اللي انا بستخدمها. بحتاج من الصف اللي ورا. يعني انا ايديا دايما او انا دايما لما باجي ارتب، دايما الحاجه اللي بحتاجها كل يوم هي اللي انا دايما بحطها قصادي. الحاجات اللي ابعد شويه بحطها ورا. فنفس الموضوع انا عاملاه في الفوط والملايات. الملايات والفوط طبعا انا عشان الملايات طبعا بالنسبه لي عايزه تتنسف نسف، فحطها كلها على بعضها. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني باذن الله في الخطوه الجايه باذن الله. قلت ان انا اجيب ملايه في 2 وابتدي اطلع بقى الملايات اللي انا مش عايزاها، الملايات اللي هي اتهلكت شويه كده. فانا يعتبر كده خلصت الضرفه اللي هي الاولانيه او الرف الاولاني اللي هو بتاع الفوط والملايات. هبتدي بقى في الهدوم بتاعه الصيفي والشتوي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الضرفه اللي تحت خالص دي اللي انا بشيلها، دي هدوم الشتوي، بشيلها واحط مكانها هدوم الصيفي. في الرف اللي فوقيه على طول. انا هدومي قليله زي ما انا قلت لكم قبل كده، ان انا هدومي قليله. انا الحاجات اللي بستخدمها بس هي اللي موجوده، اي حاجه تانية ما بستخدمها مش موجوده، ما بستخدمهاش وما بحطهاش عندي في الدولاب. فتلاقوا دايما الحاجه بتاعتي قليله. دايما الحاجه بتاعتي انا لما باجي اروق بيبقى الموضوع سهل بالنسبه لي، احط ده مكان ده. طبعا انا هنا الحمد لله ان انا مروقه الدولاب، يعني الرفين. حتى انتوا لو تلاحظوا ان انا شايله، يعني بشيل الهدوم متطبقه على بعضها. طب ليه انتي ما حطيتيهاش تحت على طول؟ هقول لكم ليه. لان انا بعمل جرد، بشوف الحاجات اللي انا محتاجاها الاول، الحاجات اللي انا مش محتاجاها. يعني كل ده حتى لو هو متروق باخدوه واشوفه وابتدي ان انا اشوفه تاني واروقه تاني كده. زي ما عملت فوق في الضرفه بتاعه الملايات والفوط، بشيل الملايات والفوط وابتدي امسح برضو نفس الموضوع بفوطه منديه كده، بقوم مسحاه والحمد لله انا عندي الدنيا نظيفه. ببتدي ان انا امسح الرف فوق وتحت، وابتدي بقى ان انا احط الهدوم بقى. الهدوم الشتوي بدل ما هي تحت بحطها فوق في مستوى نظري. والهدوم الصيفي بتبقى تحت. لما باجي بقى ان شاء الله باذن الله انا هسحب في الهدوم اللي تحت لحد ما الشتاء يخش، وهبتدي اسحب في الهدوم اللي فوق، بس مش اكتر من كده. يبقى كده انا عندي الدولاب خلص. تعتبر دي اصعب حاجه، او دي اول اصعب حاجه في الاوضه انا ابتديت بيها، وهي الدولاب. خلصته الحمد لله اخيرا اخيرا. طبعا انا مش هلمعه، هسيب موضوع التلميع ده لفيديو تاني ان شاء الله. هيبقى الاوضه هيبقى التلميع والفرش مره واحده. طب ليه انت عاملاه على 3 مرات؟ هقول لكم ليه. اولا انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا باخد ساعه واحده بس او ساعتين في اليوم كله هي اللي بعمل فيها الحاجه. تاني حاجه ان انا بصراحه طالبه حاجات من على الاونلاين وكده، ولسه ما جاتليش فرش يعني وكده، لسه ما جاليش. فعايزه الفرش ان شاء الله، المسح والتلميع والفرش ان شاء الله باذن الله. يبقى الفيديو اللي هو ان شاء الله يا رب الحاجه تيجي على خير، هيبقى بقى الفيديو الاخير، ويبقى كده انا خلصت وقفلت الاوضه. بصراحه مش عايزه اعمل اي حاجه في الشقه بصراحه، وموقفه كل حاجه لحد ما اقفل الاوضه دي. بص انا هنا بشرح لكم ان الشتوي هو انا حطيته في مستوى نظري، والصيفي بيبقى تحت. حبيت اسحب من الصيفي بيبقى تحت، حبيت اسحب من الشتوي بيبقى فوق. الدنيا هنا مترتبه. الدولاب اهو خلاص خلصته، قفلته خلاص. هبتدي بعد كده تاني اصعب حاجه هي في الاوضه تحت السرير. انا ما كنتش بصراحه ناويه ان انا اصور لكم تحت السرير لسبب ان الاضاءه فيه ما بتبقاش حلوه قوي، بتبقى ضلمه. ف يعني بس انا قلت يعني ايه اهو، يا خابت يعني يا خابت يا صابت. يعني مش مشكله ان انا ايه، احاول ان انا ايه برضو ان انا اصور لكم تحت السرير، علشان كنت في حاجه معينه كنت عايزه اصورها لكم، وهي الميكانيزم. عايزه اقول لكم ان احسن قرار اخدته بالنسبه للاوضه هنا وانا بعمل التجديدات هو ان انا عملت الميكانيزم بتاع السرير. مش قادره اقول لكم الموضوع ده فرق معايا قد ايه بجد. لو اي واحده متردده ان هي تعمله لازم تعمليه. وعلى فكره بيتعمل في السراير سواء قديم او جديد. يعني انا السرير بتاعي بقاله داخل في 18 سنه قديم،
وعملته. السرير بتاعي فيه ملل، عملته. انا السرير بتاعي قديم جدا الحمد لله نافع عندي. بس اهم حاجه ان انتوا تجيبوا نوع ميكانيزم يكون حلو، ما تسترخصوش في النوع، لا يعني ما تجيبوش نوع الصيني مثلا، لا هاتوا نوع نضيف صناعه كويسه. انا بصراحه مش فاكره بتاعي كان ايه، بس انا ساعتها قلت للراجل هات لي انضف نوع واحسن مكنه، عشان الواحد مش بيجدد كل يوم، ولا قدر الله ممكن يقع وانا بمسح مثلا، او انا داخله تحت السرير ممكن يقع عليا. فلا، هاتوا نوع نضيف، نوع كويس، حاجه تستحمل معاكوا زي ما بيقولوا كده. وهو بيتثبت على خشبتين. لو انت عندك السرير بتاعك قديم زي بتاعي، بيتثبت على خشبتين، من الناحيه دي والناحيه دي يعني خشبه بتتثبت في الملل، والخشبه التانية بتتسكن في الفخدين اللي هم جنب السرير، وبيتلزقوا فيهم بقى ايه بالمسامير كده، الايه اللي هي المكنه بقى بتاعه الميكانيزم. انا هنا خلاص مسحت، كنست ومسحت، وابتديت ان انا احط بقى افرش تحت السرير. انا مش حاطه حاجات كتير تحت السرير، يعني حاجات اقل القليل يا دوبك، بس اللي هو الحاجات اللي انا مش لاقي لها مكان في الاوضه. زي ايه؟ زي مثلا شنط السفر مثلا. مثلا انا حاطه العلبه دي زي ما انتم شايفين، العلبه الموف دي انا حاطه فيها اللي هي زينه رمضان، فملهاش مكان عندي، وانا طبعا ما عنديش بلكونه ان اشيل فيهم. بشرح لكم هنا الحاجه اللي موجوده تحت السرير. هنا حاطه الايس بوكس، برضو انا ما بستخدمش الايس بوكس مثلا غير في مره في المصيف ولا حاجه مره في السنه. فانا مش بستخدم الحاجات اللي يعني حاطه الحاجات اللي تحت السرير، الحاجات اللي هي القليله جدا جدا، اللي انا ما بستخدمهاش غير مثلا مره ولا مرتين في السنه، شهر في السنه، زي حاجه رمضان كده، وشنط السفر كده. انا قفلت بقى كده تحت السرير زي ما انتم شفتوا كده، وانا كده خلاص فاضل لي بقى الفرش والتلميع. ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني باذن الله. وخلاص كده مش فاضل غير ساعه واحده على مجي ولادي من المدرسه. للاسف هوقف الفيديو بتاعي روتين لحد هنا، وابتدي احط في المطبخ بقى، هعمل لهم حاجه بسيطه جدا. انا كنت جايبه اليوم اللي قبله سجق، قلت يا دوبك انا هعمل لهم سجق سريع. هشوح معاه بصلتين، مش بصلايه، هي بصلتين كبار كده حلوين. عندي فلفل الوان شايلاه في الفريزر، هطلعه معاهم وابتدي اشوح واعمل الاكل. بصوا في اقل من نص ساعه اكون مخلصه باذن الله، لان انا خدت وقت كبير في الدولاب. انا كده خلاص قفلت الدولاب بتاع اوضه النوم، خلاص ما فضلش غير على تلميعه. قفلت تحت السرير الحمد لله، مسحت وكنست ووضبت تحت السرير. برضو فاضل على فرش السرير ان شاء الله، وهيبقى فاضل تلميع الدولاب، فرش الملايات، وباذن الله مسح الاوضه، كنس الاوضه ومسحها وفرشها. ادعوا لي ان الحاجه اللي انا طالباها اونلاين تيجي على خير باذن الله ان شاء الله، علشان يبقى ده اخر حاجه في الاوضه. يبقى كده قفلت الاوضه، وابتدي معاكم ان شاء الله فيديو جديد من روتينات الشتويه، واكون كده قفلت اول اوضه في الشقه ان شاء الله يعني على خير. وابتدي معاكم روتين جديد وفيديو جديد، ويلا تنشطوا. ولو ما بداتوش روتينات الشتاء ابتدوا بقى فيها من دلوقتي، علشان يا جماعه احنا مش فاضيين، احنا في ايام مدارس. في كل يوم هتاخدي ساعه او ساعتين بس، فيدوبك على قد ما تقدري هتاخدي حاجه او حاجتين، مش اكتر من كده. بصوا بقى انا هنا بعمل السجق زي ما انتم شايفين كده. انا بشوحه في الاول لحد ما اللحمه تتشمع وتجمد، خلاص. بعد كده ببتدي انزل معاه البصل واشوحه، بيكون بقى خلاص اللحمه جمدت، اقوم جايبه المقص ومقطعاه كده ايه، حتت صغيره. طب ليه انت ما بتعمليش الخطوه دي في الاول خالص؟ ما بعملش الخطوه دي في الاول خالص لان اللحمه ممكن تفك مني. يعني لو قصيتها بالمقص او قطعتي السجق، اللحمه اول ما بتحطيها في النار هتفرفط منك، وهيبقى مش شكله مش حلو. لكن لا، لو انت جربتي يعني الفكره دي، ان انت بتشوحي السجق، وتقريبا اللحمه بتكون كده 90% منها بتكون خلاص يعني استوت. فاللحمه ايه زي ما عارفين زي ما يكون ايه الكفته بتشمع على بعضها، بتلم على بعضها اهو كده. وبعد كده بتيجي بقى مهما تقطعي بقى السجق، الكفر اللي موجود حواليه ما بيروحش بقى، او اللحمه ما بتتفرفطش، او اللحمه ما بتسليش، لا بتبقى حته السجقيه الحته بحتتها. انا بحب السجق يبقى معمول كده بصراحه. وانا هنا زي ما قلت لكم كان عندي فلفل الوان في الفريزر، دايما بحب احطه قوي. وده كان غدانا النهارده.
يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم. بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اصغر لكم في حجم الفيديوهات عشان تشوفوها من اولها لاخرها، وان شاء الله مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.